سلام الله عليكم متابعي الكرام، سررت بلقائكم مجددا في هذا العرض الإخباري، وهذا أبرز عنوانه: وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الزيادة في أجور الأساتذة نهاية شهر أبريل الجاري. لكن قبل الشروع في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جديد الأخبار. وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الثلاثاء 16 أبريل أن الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم والبالغة قدرها 750 درهما شهريا سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير المنصرم. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه العملية تأتي بعد استكمال جميع المساطر والإجراءات اللازمة، وذلك بتنسيق بين المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيادة تندرج في إطار تنزيل وأجرأت اتفاقي 10 والسادس والعشرون دجنبر 2023 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي تم خلالها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم يصرف على قسطين متساويين: فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.